انا نفسي افهم، بس هو احنا مثلا لو كسبنا الدوري من غير اي غلطات حكام، من غير اي مجاملات، من غير اي حاجه، من غير اي، يعني كسبنا الدوري حلال، يعني زي ما هما بيقولوا لو كسبنا دوري حلال، هل ان احنا مثلا نبقى نادي حلال عندهم، او هنبقى احنا مش نادي حرامي، مش نادي مجاملات؟ لا، هنفضل كده. يعني انت مهما عملت احنا كده في نظرهم. طب ما هم كده برضو، يعني كده احنا بنتجامل فهم بيتجاملوا. احنا في غلطات حكام، هم في غلطات حكام. فانت طالع بقى من امبارح بقى، مش لبكره بقى والبعده، لا لحد الجوله الجايه يعني طول الموسم بقى هيمسكوا الماتش ده، هيتنفع. يعني انت مثلا لما نيجي ناخد الدوري ولا خدنا الدوري بقى وحصل المعجزه وخدنا الدوري، هيجي يقول له فاكر الدور الاولاني ماتش بيراميدز لما حصل والله تنهم فاكرين. وهيجي السنه اللي بعدها هيتنهم ماسكينه، حتى لو يعني هم بيتجاملوا نفس المجاملات او مش. طب يا عم انا كده يعني انت لجنه الحكام كلها معايا انا جامد، يعني اتحاد الكره كله معايا انا جامد. طب انت ايه اللي مضايقك؟ انت نادي ضعيف، نادي هلهوله. اللي يضايقك بقى مش منهم بقى، يعني هم كده كده محتاجين مرهم ويمرهموا على راي اسلام مات. فكده كده هم محتاجين الكلام ده. فانت بتتكلم بقى على الناس الاهلاويه اللي تطلع تقول لك ده ضربه الجزاء بتاعت الاهلي مش ضربه جزاء، ده الطرد مش طرد. طب انت مستفاد ايه حضرتك؟ انا فاهم مش فاهم يعني. انت مستفاد ايه بقى من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت عارف ان انت كده كده بالنسبه لهم انت نادي حرام ونادي مجاملات ونادي رشاوي ونادي كل الحاجات الوحشه. هم مفكرين حتى لو انت خدت الحلال زي ما قلت لك، وخدت الدوري بالحلال، وخدت كل حاجه بالحلال، فهم بالنسبه لهم كده. نسوا بقى يعني اي حاجه عليك هينسوها، هينسوا بقى نهائي افريقيا بتاع الوداد لما كل حاجه بقى هينسوا كل حاجه. فانت كاهلاوي طالع تقول لي الكلام ده يعني عشان يقولوا عليك بقى الشيخ او انت الحقاني او مش عارف ايه؟ طب ليه؟ طب ما انت ما تقول زي ما في غلطات في الحكام، كل النوادي بتتجامل، احنا اللي بنستغل الفرصه، هم مش عارفين يستغلوا، هم حقوديين هم. طب ليه سايبهم هم يتكلموا؟ طب لما تطلع من واحد زملكاوي هي كده كده معروفه ان هي حرقان، لكن لما تطلع من واحد اهلاوي طب ليه يعني؟ ماتش يعني انت الماتش يعني انت الشوط الثاني هتقول لك بيقول لك ايه بقى؟ احنا لعبنا لما انطرد منهم واحد، يعني احنا تحولنا لما انطرد منهم واحد او مش عارف ايه. لا احنا تحولنا لما كولر ظبط الخطه، او لما ما افتاش في الخطه يعني. لما لعب كل واحد في مكانه، لما نزل قفشه، لما لعب المهاجم اللي هو جايبه، لما لعب كل واحد في مكانه، مش امام عاشور ولا حسين. يعني انت لاعب من غير مهاجمين، انت نازل اصلا خايف من الماتش من اوله يعني. نازل خايف من الماتش، وفي الاخر جه فينا جون في نفسنا. وما حاولتش بقى، يعني انت ما حاولتش يعني بعد ما جه جون في نفسنا واحنا خلاص جيت تاني. يعني طب انت مستني ايه طيب؟ وامام عاشور ليه يا امام؟ يعني كان زمانك خلاص، يعني حتى ضربه الجزاء اللي هم عمالين يهروا فيها ضاعت، يعني ما جاتش جون حد. يعني لو كانت جت جون ما كناش سلمنا منهم. ليه يا امام تضيعها يعني؟ كنت خرجتهم كلهم وبني اول الدوري وما اداناش. يعني الزمالك بقى يلعب بمزاج دلوقتي خلاص، احنا ثابتين بقى، احنا وبيراميدز كل واحد خد نقطه بقى، والزمالك طب ما هو انت خسران الماتش اللي فات، ما تشوف خيبتك انت وتشوف مشاكلك انت وتشوف دنيا، تشوف زيزو اللي عايز 100 مليون. انا مش فاهم لما زيزو ياخد 100 مليون احنا ندي لامام عاشور كام يعني؟ مش مهم. انت بقى عاجبك بقى الحال ده؟ يعني محمد عبد الله ده الناشئ ده واد حلو، يعني مش فاهم بيقعد اديله كمان. يعني انت مش فاهم يعني ما تديله يا عم؟ الماتشات السهله كنت تديله. يعني انت لعبت الجونه كان سهل، ولعبت الماتش اللي برضه بتاع سموحه بتاع مش فاكر كان مين، بتاع امام عاشور اللي جاب فيه جونين. يعني الماتشات انت اللي لعبتها سهله كنت تدي للراجل ده. ما علينا. انت دلوقتي مش محتاج مدافع كمان، يعني انت ياسر ابراهيم اتصاب مش محتاج مدافعين. يعني الناس اللي بتقول لك الصفقات وخلاص عماله تطبل الاداره يعني. انت مش محتاج صفقات تانية؟ مش شايف ان في دفاع شوربه عندنا؟ خلاص انت لعبت خلاص. مصطفى عيشه مش جاي دفاع، اصل الناس كانت طالعه تقول لك جاي دفاع جاي دفاع. لا هو جه ناحيه الشمال خلاص اساسي بقى، اساسي كده ناحيه الشمال، ما دام بدا بيه ناحيه الشمال هيفضل ناحيه الشمال اساسي. ناحيه اليمين مش محتاج في حاجه، بس انت مش محتاج دفاع. سيبك من ياسر اتصاب، هو انت كده كده الاجوان كانت بتيجي فينا وياسر ورامي الاثنين بيلعبوا. يعني انت مش محتاج دفاع عليهم، مش محتاج اتنين كمان، الاتنين يركنوا خلاص بره واتنين تانيين يلعبوا غيرهم. مش محتاج يعني جناحات خالص. شايف الفرقه مش محتاجه يعني. وجراديشار انت جبته مهاجم ووسام مصاب، في حد تاني؟ مفيش حد تاني. يعني انت مش فاهم يعني. انت خلاص قفلت كده على الصفقات كده، انت سكت جمهور بقى وخلاص وضحكت علينا وخلاص وكده، كل سنه وانتم طيبين. فين بقى فين الفلوس؟ فين الفلوس اللي انت طلعت بيها الناس؟ فالحين ماشي في الناس بس، يعني الناس تمشي عادي، الناس اللي عايز يمشي يمشي من النادي وما تجيب. يعني انت كهربا مشي وبرستاو مشي، جبت اتنين. اكرم ماشي، هتجيب مين مكانه؟ الناس اللي مشيت قبل كده، حمدي فتحي مشي، وكان عندك
مين تاني مشي؟ حمدي فتحي مشي، واحمد عبد القادر مشي، وديانج مشي. فين بقى الناس اللي جاي؟ انا عايز افهم فين ده احنا كنا بنقعد في الفرقه مش محتارين من الناس، من الخط، من الاجنحه اللي عندنا، رضا سليم وبيرسي تاو وطاهر وحسين الشحات. لا كانت الدنيا عندنا واحمد عبد القادر كان دنيا تانية. كنا بنحتار بقى، طب يا ترى ده يطلع مين دلوقتي حسين الشحات لما وقع امبارح الواحد كان عامل له مين اللي هينزل من بره؟ مين يعني؟ مين بره هينزل يعني؟ في رب يعني احنا الحمد لله، يعني انت راضيين بالنقطه، احنا راضيين بالنقطه عشان احنا داخلين اصلا في المستوى ده احنا قايلين هنخسر، يعني الحمد لله ان احنا ما شلناش نتيجه تقيله يعني. والطرد الواد ضربه بكوعه في وشه، طالع يقول لك ده ممكن تبقى انذار، ده ممكن مش عارف ايه ده. يعني مش فاهم يعني الحكم يعني هو قاصد يعني ان هو يتشتم بعد المباراه او يتوقف؟ يعني هو لو شاف ان ما فيهاش حاجه مثلا مستاهله انذار، لو هو شاف ان هي وراح للفار واتعادت له على البطيء، يعني الناس اللي طلعت تحلل بقى وتقول لي ما لهمش في التحكيم بقى ايا كان، يعني اي حد يقول هو الراجل هيرضى الاذيه لنفسه؟ يعني هو ممكن دي لو ما فيهاش حاجه مش هيتوقف مثلا؟ مش هيتوقف له 10 ماتشات على الاقل، او 3 4 ماتشات، او فلوس مش هتجيله، او خصومات، ايا كان الاذيه اللي هيتاذاها هو عارف انه هيتاذى. اكيد الاهلي مش هيدفع له، يعني والله الاهلي مش هيروح يدفع له فلوس. ربنا يهديكم.